على كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد إكرام داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى منطقا وأسدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من شمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد وسله وساهي. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء.
أتقى الأتقياء سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام على المقدم في الإمامة السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام على المقدم في الإمامة السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع بالقيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع بالقيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في أوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطردت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قد بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من ألم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل في قلب منيب إلا من ثواب فضل الله هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا. قد ترك في الحسن على المقامين وتنا في مجده وتعالى. لهزته العيون فيما اجتلده بشرا كاملا يزيه الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأده رفعة في سونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويرفع تأكل معاني الجنان. انتشر منه في عالم البطون والزور وملأت وجود الخلق النور. فتبارك الله من إله كريم وشرنا آياته في ذكر الحكيم. ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم.
فما فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيتة تصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين. صلى الله عليه. الجمال المطلق والحسن التام والزين فتنكر ذلك الجمال الميمون في الأسراب الكريمة والبطون فما من سلب الضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنكر في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. صلى الله عليه. الألسنة بما قالت وأسرت من سرحاد النور ما أسرت وخصصت به من خصصت. صلى الله عليه. وستره في الأسراب الفاخرة والأرحم الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر. صلى الله عليه. خيرا أفكار زره وبهر فأتعلق همة الراكب بهذه الحروف ليركب أن يركب ما في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. صلى الله عليه. كانت الألسن لا تفي بأشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تسمي
تشويقا للسامعين من هوس المؤمنين وترويحا للمتعلقين هذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن تضرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين، وباقيت سريته في الكون منشورة على المرء أيام والشهور والسنين، داعى التعقل بحاجة الكريمة وزائد التشوق إلى سماع أوصافها العزيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب بالكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول نبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفه مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سل يا نبي سل يا نبي
بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك صل يا نبي صل يا نبي صل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك صل يا نبي كل من حج وزار جنابك رسول الله رسول الله كل من حج وزار جنابك حبيب الله حبيب الله وجبت يا نبي وجبت يا نبي وجبت يا نبي وجبت يا نبي شفاعت عليك شفاعت عليك يا نبي يا نبي سل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك سير يا نبي حجوا ولبوا زاروا الحرم ونادوا لبيك الله أكبر حجوا ولبوا زاروا الحرم ونادوا لبيك الله أكبر يا حنانا يا منانا يا حنانا يا منانا من ذاق زمزم وصلى الفجر وصلى الفجر وكبر نبينا الهادي الأدناني يا سر نور الأكوان أعطف علي وارعاني أعطف
وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ على كتب هذه الدرة المكنونة والجوهرة مصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بأطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. قرب ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت كنع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في ألم الزهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. هذا الحق حكمه ألا من أتم الله عليه النعمة من هوس الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة في هذا السمات الممدود. وهمرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من كسب الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. الوقت الذي رتب الله على وضوره وجود هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور عن أمود وبرز حامد المعمود مدنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور
الدار الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا المثاني فهزار اليوم غراد واستضيء بجمال فقف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البشرى بساعد مستمر ليس ينفع حيث أوتينا الله الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك لربي كل عمد جل صوره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صل يا رب على عماد النبي هادي الأمين المشفى بالقيامة للخلائق أجمعين رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبهي كلما قصد يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين نهج سبيلي كي به نسعد ونور شاد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير
مقعد يا رسول الله جينا زيارة قاصدينا نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا تواب طب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada dua anak yang akan diresmikan namanya, yang telah dimupakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh jid dan jidahnya dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa'ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian. Maka perbaguskanlah nama-nama kalian. Alhamdulillah, dengan nama yang bagus anak ini diberi nama yaitu Syarifah Fatimah Nur Aulia binti Sayyid Ahmad Fadil bin Fatahillah Babud. Dan yang kedua Muhammad Rodi bin Romlan. Semoga dua anak yang diberikan nama tadi akan menjadi anak yang soleh dan solehah, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya, dijaga olehnya Al-Quran, dijaga olehnya As-Sunnah, dan menjadi gurratu ain li sayyidil kaunain wa asyrafis thaqalain jaddil Hasan wal Husain ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa la tadurruhum. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa la tadurruhum.
ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah mahmudi bidhukmati wa biqudrati wa bi'azabi wa azabi. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busra salatan tubashiru biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatina wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du. Para habaib, para tetamu peringatan hall Al-Ustadzah Haja Ummi Kursum bin Abdullah bin Syekh Bakar yang ke-12. Alhamdulillah, acara demi acara kita telah lalui dengan melanjutkan magam dan doa tasmiyah. Selanjutnya akad nikah antara As-Sayyid Ali Ridha bin Ahmad Sofyan bin Umar bin Nuh bin Abdul Qadir Al-Haddad dengan seorang perempuan yang bernama Syarifah Sarah Zafira binti Anis bin Abdurrahman bin Sahab. Wali yaitu ayah kandung. Dua orang saksi yang akan dicatat di catatan KUA Seberang Ulu 2. Namun semua kita di sini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membaca khutbah nikah kami mintakan kepada Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Sahab. Maharnya uang sebesar Rp500.000. نوينا مثل ما نوى أطلافنا الصالحين عند تزويج أولادهم وبناتهم أن الله يبارك لهما من هذا الزواج ويرزق لهما الأرزاق الحسية والمعنوية وينزل منهما الذرية الصالحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah al-mahmud bi ni'matil ma'bud bi qudratil marhum min azabihi wa sadwatihi al-mutabi sultani an-nafiz amruhu fi samaihi wa ardihi alladhi khalaqal alqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi wa azzahum li dinihi wa akramahum bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tabaraka ismuhu wa ta'alat 'azamatuhu جعل المطهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام. وقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وأمر الله يجري إلى قضائه وقضاه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وإنه أم الكتاب. ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى آمرا بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم يحث أمته على التجارة الرابحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال صلى الله عليه وسلم مبينا على أنه من العز والكرامة تناكحوا تكفروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم مخبرا على أنه من الشهوات واجب إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه وليتق الله في النصف الباقي فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم استغفر الله العظيم 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 من كل ذنب عظيم من كل ذنب عظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم Bismillah Walhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi Wa sahbihi Ajma'in Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Usikum Ibadallah Wa nafsi Bitaqwallah Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullahal azim Wa atubu ilaih Ya Sayyid Ya Sayyid Ali Ridha bin Ahmad Sufyan Al-Haddad Zawijuka Ala ma'amarallah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan Ya Sayyid Ali Ridha bin Ahmad Sufyan Al-Haddad zawajtuka wa ankahtuka makhtubataka ibnati Syarifah Sarah Zafira bin Sahab bin Anis Abdurrahman Sahab bimahar Khomsamia alif rupiah nadan Wabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril mazkur Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair wa ja'ala fi qudumikuma qudumul khairat wal barakat wal masarrat wa akhraja minkumal katsir at-tayyib wa yus'ib lakuma اللطف والصحة والعافية
ويرزق لكم الأرزاق الحسية والمعنوية وينزل منكم الذرية الصالحة بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين هلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه. أوصف عز قد تعالى مجدها أخذا على نجب السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin, amin. Dengarkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. ولما نوضح الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في العمل مقبولا
وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين العبد وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا النصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، في الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين
وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم اللهم يسبحانك الله تحيتهم بسلام وانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة وياتين والتحليل والتسبيح والصلاة على الحبيب إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح من اجتمعنا ها هنا بسببهم خصوصا الحبيب عبد الله بن محمد بن شيخ أبي بكر بن سالم وزوجاته وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن عبد الرحمن بن شهاب زوجاته وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن حامد بن شيخ أبي بكر بن سالم وزوجته ثم إلى أرواح وابنه وأبنائه ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن عثمان بن شيخ أبي بكر بن سالم وزوجته ثم إلى أرواح الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن شهاب زوجته سيدة بنت أحمد بن شهاب ثم إلى أرواح الحبيب محسن بن عبد الرحمن بن شيخ أبي بكر بن سالم وزوجته ثم إلى أرواح الحبيب قريش بن مهدي بن شهاب وولده الحبيب سيد أحمد فؤاد ثم إلى أرواح الحبيب غالب بن حامل الكاب ثم إلى أرواح الحبيب عثمان بن حسن بابون ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن عبد الله الخيرد وزوجته ثم إلى أرواح الحبيب مصطفى بن علوي الحسني ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن سالم أبو بتيم ثم إلى أرواح الحبيب توفيق جمال الليل ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن علوي بهارون ثم إلى أرواح الحبيب زين بن محضر بن شهاب وزوجته ثم إلى أرواح الحبيب حود بن يوسف السقاف ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن علي بن أبي بكر الكاب ثم إلى أرواح الحبيب علوي بن عبد الله الكاب ثم إلى أرواح حبابة شريفة نعمة بنت محمد بن علي بن شهاب ثم إلى أرواح حبابة شريفة حميدة بنت علي بن عمر بن شهاب ثم إلى أرواح حبابة رقية بنت علي بن أحمد بن شهاب ثم إلى أرواح الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن شيخ بن شهاب ثم إلى أرواح الحبيب عمر بن نوح الحداد ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن محمد بن شيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى أرواح الحبيب علوي بن عبد الله بن شيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى أرواح الحبيب علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن شهاب ثم إلى أرواح صاحبة الخالة حبابة شريفة أم كلثوم بنت عبد الله بن محمد بن شيخ أبي بكر بن سالم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخل الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأكثر فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما عند الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم عن سركتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بدل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم غامضون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسل إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين مخضرون وآية لهم الأرض ميت أحيانا فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسرح منه النهار فإذا مظلمون والشمس تدري المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى عاد كالأرجل الكريم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نكركم فلا صريخ لهم ولهم ينقضون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا كلمتكم ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من شاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يسلمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما أنبتنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين مخضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغور فاكحون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحل إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلح اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطعنا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نركز في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا شعرا من بغيله إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القرآن على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركب ومنها يأكلون ولهم فيها مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لم جند مخضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا لهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر أخضر النار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثل بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
وإليه ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب الرسول أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. إن الله الغفور الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبينا من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا حيا وعلينا نموت وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين آمين. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي في ثلاثة من قل والله أحد ولهم ولتين إلا حم اجتمعنا هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم مسلم نجمة شكرا إلى روح البابا الشريفة أم كلثوم بنت عبد الله بن أبو بكر بن سالم أن الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها الجنة برحمته والدينا ووالديها خاصة وأنباتنا المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر بشكر الوالدين والإحسان إليهما واستنى على اغتنام برهما واستناء معروف لديهما وندبتنا إلى حبل جناه من الرحمة لهما عظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تهل به جوامع رضوانك ومواتنا عفوك وغفرانك وتهلهم به كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم صل على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل واوصل وتقبل سبب ما قرأنا القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما سبب من قول سبحان الله بحمده وما قلنا يا الله يا الله وما صلينا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسولنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبد الله وإسناد بقي مقدم محمد بن علي بعلوي والمقدم ثاني أبي عبد الرحمن بن محمد أسقاب وإسناد علي بن أبي بكر سكران وأخو عبد الله وأحمد شهاب الدين أكبر وسيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وأصولهم بابورهم والحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس وسيد علي بن بلابارس والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبسي وكافة أولياء الله من أقطاب وأنجاب وأوتار وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مر بها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. أما إلى أرواح أبابه ثم إلى أرواح أبائنا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وذوي الحقوق علينا الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب وصاحب المقام والحبيب عبد الله بن إدريس بن شهاب وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن محمد بن شيخ بكر وزوجته وأبنائه وأصوله وفروعهم وسر الحبيب أحمد بن عبد الرحمن بن شهاب وزوجته وأبنائه وأصوله وفروعهم وثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن شيخ بن شهاب والحبيب عمر بن نوح بن الحداد وثم إلى أرواح لمن تمأنا بسببهم المرحوم إلى رحمة الحي القيوم الحبيب عبد الله بن محمد بن شيخ بكر بن سالم والحبيب علوي بن عبد الله بن شيخ بكر بن سالم والحبيب علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن شهاب وصاحبة الخال الحبابة الشريفة أم كلثوم بنت عبد الله بن محمد بن شيخ بكر بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن برحمته ووالدينا وذيهم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم
اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحل بها سالف أوزارهم وسيء إسرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها مجعة في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحن على دأبهم كما كانوا على دأبنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا في حال شقائنا متعطفين اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أسربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي صقلت به جوارحهم واذكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرأي الذي كانوا لنا راعين أفضل ما جزيت به سعاة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم برهم أدعاب ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك فيما استغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما أثروا فيه من حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهواء لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتم عليهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجتره لنا وسعوا علينا والطب بهم في مضاجع البلا لطفا يزيدا على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات ونسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك هوبا ولا تجعل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما كسرتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أزواجنا من أوزارنا وما ينوهم ولا تهزهم بنا عسكر الأموات بما تحدث من المحدثات ونأتي من المنكرات وسر أزواهم بالأعمال في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاة بأبناء الصلاة ولا توفقهم منا على موقف الابتداء بما تجتره من سوء الاجتراء اللهم وما تلوناه من تلاوة فزكيتها وما صليناه من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرديتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منا أجزل من أقسامنا وسهمهم من صوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى سكرهم وأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم السناد واجعلهم بنا من أغباد الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك
مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ta'zimi wa ihtirami جميع الحبائب والأساتذة وتعظيم واحترامي لضيوفنا من بلاد اليمن وتعظيم واحترامي لجميع الحاضرين رحمني ورحمكم الله. أهلا وسهلا بكم في حولية Hubabah Syarifah Ummi Kalsum binti Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Di sini Al-Faqir akan memandu jalannya peringatan haul Hubabah Syarifah Ummi Kalsum binti Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana peringatan haul sudah dimulai sejak pagi tadi, dimulai dari ziarah ke turba Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, kemudian dilanjutkan dengan khataman Quran, kemudian dilanjutkan lagi dengan pembacaan qasidah burdah li Imam Bushiri yang dibacakan oleh santri Pondok Pesantren Jamiatul Khairiyah, kemudian dilanjutkan lagi dengan pembacaan Maulid Sibtud Durar yang dibaca lagi oleh santri Pondok Pesantren Jamiatul Khairiyah. Kemudian dilanjutkan tadi dengan tasmiyah dan akdun nikah dari cucu dan cicit Hubabah Syarifah Ummi Kalsum binti Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Dan memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan managib dari Sahibatul Hul. Namun sebelum itu Al-Faqir mengingatkan bahwasannya nanti di akhir kita akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Oleh karena itu bagi hadirin yang masih belum memiliki wudu, telah disediakan tempat wudu di sisi kiri panggung. Dan untuk pembacaan managib akan dibacakan oleh cucu dari Sahibatul Hul, yaitu As-Sayyid Umar Abdul Aziz bin Ahmad Sofyan Al-Haddad. Fa'alihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. فهم الكثير الطيب مدعو لهم من جدهم حين الزفاف على التعي بيت النبوة والفتوة والهدى والعلم في المادي وفي المتوقع بيت السيادة والسعادة والعيادة والخيرات كل أجمع بيت الإمامة والزعامة والشهامة والآمان لكل خائف مروع قوم يغاث بهم إذا حل البلاء ولدى المساغب كالغيوث الهمع قوم إذا أرخى الظلام سطوره لم تلفهم ريم الوطاء والمجع بل تلفهم عمد المهارب قوما لله أكرم بالسجود الركع يتلون آيات القرآن تدبرا فيه ولا كالغافل المتورع ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسل وتتبع ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أوزعي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأجل الكربات وبذكر أوليائه وصلهائه تنزل الرحمات والصلاة والسلام على سيد السادات وخير البريات وعلى آله وصحبه السادة القادات. أما بعد قمت هنا لأقرأ لكم مناقب للحبابة الشريفة أم كلثوم بنت عبد الله bin Muhammad bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau adalah Hubabah
Ustazah Syarifah Ummi Kulsum binti Abdullah bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau lahir di Palembang di kampung 11 Ilir 87 tahun yang lalu dari seorang ibu yang bernama Syarifah Fatimah binti Ali bin Syihab, dan ayahanda beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syekh Abi Bakar yang nasabnya tersambung kepada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubabah Syarifah Ummi Kulsum memiliki 8 orang saudara. Hubabah Syarifah Ummi Kulsum menimba ilmu pengetahuan agama dari ayahnya Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syekh Abi Bakar yang juga merupakan seorang ulama yang mempunyai karomah dan suri tauladan di kota Palembang. Juga almarhumah menimba ilmu pengetahuan di MI Baitul Ulum yang diasuh oleh Muallim Umar. Hubabah Ummi Kulsum menikah dengan Sayyid Ali bin Ahmad bin Abdurrahman bin Syihab dan dikaruniai 9 orang anak, 6 perempuan dan 3 laki-laki. Pada tahun 1980, suami tercinta dipanggil Yang Maha Kuasa di saat anaknya masih kecil. Hubabah Ummi Kulsum yang semula hanya berdakwah demi menafkahi 9 anak-anaknya, selanjutnya berdakwah sambil membawa dagangan berupa pakaian dan perhiasan. Hubabah lebih kurang 70 tahun berkiprah dalam bidang dakwah dan sosial, yaitu dari sejak remaja sudah mengajar ngaji fikih dan maulid tiba. Setelah menikah beliau tetap melanjutkan dakwah, tentunya atas restu daripada suami. Beliau mulailah membuka pengajian maulid dan fikih bagi perempuan, mulai dari anak-anak, remaja, ibu-ibu sampai manula, baik di rumah, di musola maupun di masjid-masjid. Beliau pelopor bagi pengajian ibu-ibu dan peringatan maulid yang disertai sunnatan masal. Beliau juga mendirikan pondok pesantren di Sungai Lincah, di mana pada waktu itu daerah ini masih sunyi dan sudah akan dimasuki kristenisasi. Dengan perjuangan yang mustahil bisa dilakukan oleh seorang wanita yang setengah baya dari daerah hutan belantara dibuka menjadi daerah yang sekarang sudah sangat maju berkat Hubabah. Hubabah Syarifah Ummi Kulsum dalam berdakwah terkenal sangat berapi-api. Beliau berdakwah tidak hanya di kota Palembang, bahkan telah sampai semua pelosok Sumatera Selatan. Beliau memiliki murid yang sudah ribuan dan sudah banyak regenerasi. Beliau yang disuruh menggantikan beliau mengajar. Beliau sangat konsen dan dengan masalah agama, terlebih yang berkaitan masalah wanita. Di saat ada larangan khitan wanita, beliau sangat marah dan akhirnya beliau merasa perlu untuk berpolitik agar suaranya dapat diterima. Jadi Hubabah memasuki dunia politik untuk berdakwah dan menyampaikan aspirasinya membela Islam. Beliau menjabat sebagai ketua DPD Wanita Sufia TK 1 Sumsel. Beliau aktif di organisasi wanita dan aktif mengikuti seminar-seminar antara lain membahas khitan wanita, terorisme, penghapusan KDRT. Juga masalah narkoba dan lain-lain. Adapun anak-anak, beliau mentarbiah anak-anaknya. Almarhumah Hubabah melarang anak-anaknya mempunyai sifat dendam dan agar selalu menyampaikan hajat orang. Beliau marah kalau anaknya tidak memenuhi undangan walimah ataupun tidak takziah tanpa udzur. Beliau juga selalu mengingatkan anaknya untuk menjaga silaturahmi, karena sekuat apapun ibadah seseorang tidak akan masuk surga kalau memutuskan tali silaturahmi. Begitu juga Hubabah tarbiyahnya terhadap cucu-cucunya. Beliau tarbiyah membaca Ratibul Haddad atau Ratibul Attas yang dibaca secara bergilir. Setelah membaca ratib tersebut, Hubabah pun memberikan daripada cucu-cucunya tersebut uang untuk cucu-cucunya tersebut yang telah membacakan Ratib Attas atau Ratibul Haddad. Amalan yang beliau lakukan, amalan yang beliau dawamkan adalah membaca Ratibul Haddad, wirid-wirid puasa. Amalan yang lain adalah beliau sering bersedekah, menyantuni fakir, miskin, anak yatim dan lansia dengan pembagian sembako dan uang jajan untuk anak-anak yatim dan lansia juga janda miskin tanpa setiap bulan.
selalu memakai baju putih dan beliau menyukai memakai serba putih karena menurut beliau kalau terkena najis mudah ketahuan dan warna putih menunjukkan kesederhanaan juga selalu mengingatkan kepada kematian. Setuju tentang suatu hal, beliau juga banyak mengarang syair-syair, lagu, qasidah yang mengajak berbuat kebaikan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendukung program pemerintahan untuk membangun umat. Hubabah berdakwah di beberapa majelis pengajian ibu-ibu antara Abi Bakar 9 Ilir, Musholah Pasar 15 Ilir, pengajian ibu-ibu di lapangan Hatta, Majelis Agung Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dan Masjid Lawang Kidul 5 Ilir juga aktif mengisi majelis pengajian ibu-ibu Semen Batu Raja. Dan sampai beberapa jam menjelang ajalnya beliau masih berdakwah di Musholah Fajrul Islam. Mengenai isyarat-isyarat menjelang kepergiannya, beliau selalu berceramah mengenai persiapan kematian. Beliau membagikan baju-bajunya yang masih bagus tanpa sisa kepada janda-janda miskin yang sering datang ke pengajiannya. Juga membagikan beberapa lampu tersebut untuk dipakai di rumah. Ternyata isyarat tersebut, lampu tersebut sangat berguna karena pada malam setelah beberapa jam kematian wafatnya Hubabah, PLN mematikan lampu selama sehari 2 malam. Sehingga pada malam tersebut semua orang tua, anak-anak yatim dan fakir miskin yang mendapatkan lampu tersebut menangis dan berterima kasih. Seraya berkata di saat wafatnya pun Hubabah Ummi Kulsum masih bermanfaat bagi umat. Pada tanggal 11 April 2014 bertepatan tanggal 11 Jumadil Akhir, lebih kurang jam 8 waktu Indonesia Barat, Jumat malam setelah melaksanakan sholat Isya dan witir, Hubabah Ustazah Ummi Kulsum dipanggil menghadap Ilahi Rabb. Telah kembali ke rahmatullah seorang hamba yang penuh dedikasinya kepada keluarga, masyarakat dan agama. Ribuan orang melayat dan ribuan orang mengantarkan jenazahnya. Semua muridnya berdiri di pinggir jalan seraya menangis. Mereka merasa kehilangan sosok ustazah yang tidak memandang kaya ataupun miskin. Para pengguna jalan terheran-heran seraya bertanya, siapa yang meninggal ini? Belum pernah ada jenazah seorang wanita yang mengantarkan jenazahnya sebanyak ini. Ada seorang anak kecil yang rumahnya di kampung 13 Ilir ini juga menangisi ayahnya. Menangisi ayahnya untuk ikut mengantar jenazah Hubabah karena anak ini melihat ada 4 bintang bersusun di atas bumbung rumah sejak malam wafatnya Hubabah dan bintang tersebut mengikuti jenazah. Ketika dibawa dan berada di atas keranda, hal ini berdasarkan testimoni dari orang tua anak tersebut. Inilah sekelumit daripada managib Hubabah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masyarul hadirin rahimani rahimakumullah. Semoga dari manaqib tadi kita dapat mengambil apa-apa yang telah dilakukan oleh Sahibatul Haul, mencontoh hal-hal yang telah diajarkan oleh Sahibatul Haul. Memasuki acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah, yang mana dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Hanif bin Abuya Sayyid Umar Abdul Aziz bin Syahab fa'alihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin
ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والنار حق والجنة حق والنبيون حق وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والشفيع المشفع يوم المحشر وعلى آله وصحبه. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau adalah nur, penerang langit dan bumi dan seisinya. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau adalah pencipta langit, bumi dan seisinya. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau adalah pemilik langit, bumi dan seisinya. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau adalah pelindung langit, bumi dan seisinya. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau adalah zat satu-satunya yang tidak dimintai pertanggungjawaban atas semua yang telah engkau perbuat di muka bumi ini ya Allah. Engkau tidak dimintai pertanggungjawaban atas semua bencana yang ada di muka bumi ini. Engkau ya Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas longsor yang ada di Sumatera Barat. Engkau ya Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas banjir bandang yang ada di Aceh. Engkau ya Allah, lakal hamdu ya Allah. Engkau adalah zat yang tidak dimintai pertanggungjawaban atas semua musibah, semua malapetaka yang ada di muka bumi ini. Fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas semua yang terjadi, akan tetapi kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma taf'al fi ardi? Apa yang kau buat di muka bumi ini sehingga muka bumi ini hancur? Apa yang kau buat pada hutan-hutanku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga hutan-hutanku ini hancur? Apa yang kau buat di muka bumi ini? Kemaksiatan apa yang kau lakukan wahai hamba-hambaku? Kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun dimintai pertanggungjawaban atas semua yang terjadi di muka bumi ini. Fa'tabiru ya ulil absar, wahai orang yang pandai, wahai manusia yang mempunyai akal, i'tabiru, ambil pelajaran, ambil ibrah sesuai dengan kacamata kalian. Kita orang biasa mengambil ibrah dari semua yang terjadi di sono. Mereka para pejabat mengambil ibrah dari semua yang terjadi di Aceh, di Padang dan di Medan. Semua mengambil pelajaran, semua mengambil ibrah sesuai dengan kacamatanya masing-masing. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tidakkah kita bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat bencana yang ada di sana? Tidakkah rasa takut kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua yang kita saksikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwal qail inna atqakum lillahi wa a'lamakum billahi ana, kata Rasulullah. Yang paling takut kepada Allah, yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah aku. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafukum billah, mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau berkata, ini dalil, kata beliau,
Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku adalah orang yang paling kenal kepada Allah dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Semakin orang takut kepada Allah, maka ia akan semakin orang mengenal Allah, maka ia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat semua bencana yang ada, bahkan kematian yang kita saksikan di depan mata kita, tidak membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama ajhalana billah. Alangkah bodohnya kita, alangkah tidak kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. As-Sayyidah Aisyah Ridha bintu Abi Bakar As-Siddiq, beliau pernah menggambarkan bagaimana rasa takut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ingat, wa huwa a'rafuna billah. Beliau adalah orang yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahih beliau bahwasanya Sayyidah Aisyah bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu malam. Ini juga mengingatkan kepada suami bagaimana berakhlak kepada istrinya. Yang baru pengantin, yang sudah lama pengantin, lihat akhlak Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya istri lebih dari satu. Wa huwa halal, dan itu boleh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lagi bermalam di rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ini lihat suami izin sama Sayyidah Aisyah. Tak perlu. Suami tak perlu izin sama istrinya, tapi lihat akhlak Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau izin sama Sayyidah Aisyah bukan untuk main bola, bukan. Beliau izin kepada Sayyidah Aisyah bukan buat nongki, bukan. Tapi beliau izin sama Sayyidah Aisyah untuk solat. Ya Aisyah, kau ada hajat tak sama aku? Kalau kau tak kata hajat sama aku, kata Sayyidina Rasulullah, maka izinkan aku solat, kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Arifah, alimah, perempuan yang pandai. Jawaban kata beliau, inni uhibbu qurbak walakinni uthiru hubbak. Aku suka dekat dengan engkau wahai Sayyidina Rasulullah, tapi aku akan mengedepankan, aku akan mendahulukan apa yang engkau sukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Setelah salat beliau bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi belum kita dengar orang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga balla lihyatuhu. Jenggotnya Sayyidina Rasulullah yang panjang. Kalau tidak salah Al-Faqih pernah membaca sebuah riwayat, jenggotnya Sayyidina Rasulullah menutupi leher beliau. Jenggot yang panjang, alhamdulillah sekarang lagi panjang. Meloi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenggot beliau yang panjang basah jenggot Nabi. Karena apa? Karena air mata. Karena air mata ayyuhal ikhwan. Setelah itu lalu beliau nangis lagi, bermunajah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala hatta balla hijratahu, sampai bajunya Sayyidina Rasulullah yang dia pakai basah. Lalu beliau bermunajah lagi, menangis lagi kepada Allah Subhanahu wa taala hatta balla ardhah, sampai bumi, tanah yang didodoi oleh Sayyidina Rasulullah basah. Bukan karena air, karena tangisan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'rafuna billah. Beliau wong yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa akhwafuna ma'allah. Wa huwa akhwafuna billah. Beliau yang paling takut sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidina Bilal Ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu masuk adatnya beliau, kalau mau azan beliau akan memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau azan subuh. Maka beliau datang kepada Rasulullah untuk mengabarkan kepada Rasulullah sudah waktunya azan subuh. Beliau lihat basah galau. Basah dengan tangisan, janggutnya basah, bajunya basah, tanah yang beliau duduki sejadahnya basah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu kata Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, buat apa semua ini ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddam min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu dak katik ya Rasulullah. Lalu buat apa semua air mata ini wahai baginda Muhammad?
sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakuro. Boleh tak kalau aku ini menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, buat apa tangisan para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini tangisan takut kalau syukur beliau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menangis karena takut rasa syukur yang selalu beliau hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji kalian, menguji dengan berbagai macam ujian, mukminuhum wa kafiruhum. Yang mukmin diuji oleh Allah, yang kafir diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saleh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saleh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminhum, di antara mereka yang diuji oleh Allah, ada yang sukses. Di antara mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak sukses. Yang sukses diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, minhumul hubabah. Yang sekarang ini kita peringati haulnya, beliau adalah orang yang mendapatkan ujian dari Allah, tapi beliau bersabar, beliau kuat, beliau sukses menjalani semua ujiannya. Paling sukses apa? Ini, tarbiyatul aulad. Beliau ditinggal oleh suaminya mendidik anak yang banyak anak beliau. Orang sekarang didik anak 1, 2 sudah capek. Beliau perempuan bisa mendidik anaknya yang banyak. Berapa anaknya? 9 anak. Tis'atu aulad. 9 anak dididik oleh 1 perempuan. Al-Hubabah Ummu Kulthum binti Abdullah ibni Syekh Abu Bakar bin Salim. Sadaqal qail Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, falaysa yakhtassu bi ansabi wala bi ahli al-jiddi wal asbabi bal faidu fadli mun'imin wahhabi fihi nisa yuqsamna wala yaqsumna. Fihi nisa yuqsamna karrijali. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadhil wilayah. Ini wilayah dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa yakhtassu bi ansabi. Yang bernasab mulia, yang tidak bernasab mulia, siapapun itu dapat mencapai derajat yang mulia, dapat mendapatkan wilayah, dapat mendapatkan al-mahbubiyah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wala bi ahlil jiddi wal asbabi. Kadang-kadang seorang hamba sudah capek berupaya, beribadah, mujahadah, tapi beliau belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal faidu fadli mun'imin wahabi. Semua pemberian ini al-wilayah, al-mahbubiyah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah pilihan, pemberian khusus, rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fihi nisa yuqsamna karrijali minhum al-Hubabah asy-Syarifah Ummu Kulthum binti Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Fihi nisa, ada perempuan yuqsamna karrijali yang bisa membagi-bagi, yang mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala seperti seorang laki-laki. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang nanti bilang, lah dakate perempuan yang kayak rijal. Siapa bilang? Kathir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin mereka akan berlandaskan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Rasulullah, kamu laminar rijal kathir, yang sempurna, yang hebat, yang mendapatkan wilayah daripada seorang laki-laki banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakmul minan nisa, tapi tak kate perempuan yang hebat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali As-Sayyidah Maryam bintu Imran sama As-Sayyidah Asiyah. Ini perempuan yang hebat. Kata ulama, yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakmul minan nisa illa huma, tidak sempurna dari perempuan kecuali mereka berdua. Itu di zamannya. Itu di zamannya baik. Di zamannya Sayyidatina Maryam, beliau yang mulia, beliau yang sampai kepada Allah. Di zamannya Sayyidatina Asiyah, beliau yang mulia, beliau yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bidalil Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara mengenai istrinya. Beliau bilang, Sayyidatu khairu nisaiha Maryam bintu Imran
wa khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid, kata Sayyidina Rasulullah. Khairu nisaiha, di zamannya Sayyidatina Maryam, perempuan yang terbaik adalah Maryam. Tapi di zamanku, kata Sayyidina Rasulullah, perempuan terbaik adalah Al-Hubabah Khadijatul Kubra. Beliau pun Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji istrinya, memuji anak beliau, memberikan kabar gembira kepada anak beliau Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, beliau memanggil Sayyidatina Fatimah. Lalu Sayyidatina Fatimah menangis. Tak lama setelah beliau menangis, beliau pun tertawa. Maka ditanya oleh para sahabat, "Ya Fatimah, apa gerangan yang membuat engkau menangis lalu membuat engkau tertawa?" Tadi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar bahwasanya beliau akan meninggal. Lalu beliau pun memberikan kabar, berbicara kepadaku, "Ama tardhaina an takuni sayyidatan nisa'i ahlil jannah." Kata Sayyidina Rasulullah, "Mau tak engkau ya Fatimah menjadi pemimpinnya perempuan ahli surga?" Maka semua ini menunjukkan bahwasanya semua perempuan, kalau ia giat, kalau ia mentaati suaminya, kalau ia bermujahadah, kalau ia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun, maka para perempuan pun bisa menyaingi laki-laki. Maka malu bagi laki-laki yang dikalahkan sama perempuan. Malu kita sama Sayyidah Hubabah Ummu Kulthum binti Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Minta maaf dengan ucapan yang tak pantas ini. Mungkin banyak dari kita orang yang kaya, tapi siapa? Jarang dari kita yang bisa seperti Hubabah Ummu Kulthum mewakafkan tanahnya untuk madrasah, untuk ma'had. Mungkin banyak laki-laki yang alim, yang berdakwah, tapi siapa yang giat betul-betul berdakwah seperti Hubabah Ummu Kulthum? Banyak dari laki-laki yang gemar solat dan lain sebagainya, tapi siapa yang bisa menyaingi Hubabah Ummu Kulthum dalam giatnya beribadah? Beliau tidak tidur kecuali beliau solat dulu witir. Dan ini dikabarkan oleh Habib Ahmad bin Ghalib Al-Kab, sebelum beliau meninggal, beliau pun sudah melaksanakan solat witir. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hikmah yang ketiga untuk pernikahan. Siko-siko. Yang ketiga untuk pernikahan. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Di antara rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan, Allah Subhanahu wa taala membuat banyak hal yang membuat kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang dapat membuat kita menjadi hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang membuat kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik pernikahan, si suami dan si istri dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang perempuan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan khatibatun nisa. Beliau dikenal dengan wafidatun nisa. Perwakilan semua perempuan atau juru bicara perempuan. Namanya Asma bintu Yazid radhiyallahu taala anha. Beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, bukankah engkau diutus untuk laki-laki dan perempuan?" "Naam," kata Rasulullah. "Ya Rasulullah, maka aku beriman kepadamu. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang tidak adil ya Rasulullah." Apa kata Sayyidina Rasulullah? "Kami ini para perempuan, qawaidu buyutikum. Kami gawenya di rumah, bae. Kami ini perempuan hamilatu auladikum. Kamilah yang menjadi tempat untuk merawat anak-anak kalian. Wa maqdiya syahwatikum, dan kami tempat pelampiasan syahwatnya kalian," kata ini perempuan. "Sedangkan kalian tahdurunal juma' wal jamaat, bisa menghadiri sholat Jumat, bisa menghadiri jamaah di masjid, bisa umrah, bisa haji, dan lebih dari itu kalian bisa jihad fi sabilillah." Maka kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yang lanang,
kata Rasulullah, pernah tak kamu nyingok perempuan yang mendapatkan taufik untuk bertanya dengan pertanyaan yang lebih hebat dari sini? La ya Rasulullah, tidak ada perempuan yang bisa yang mendapatkan taufik untuk bertanya dengan pertanyaan yang seperti ini. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna husna taba'uli ihdakun, perempuan yang berlaku baik kepada suaminya. Lalu kata Sayyidina Rasulullah, perempuan yang mengikuti semua perintah suaminya. Dilanjutkan oleh baginda Muhammad, perempuan yang berupaya untuk melakukan apa yang disukai oleh suaminya, ta'dilu dzalika kullah, ini pahalanya sama seperti mereka yang menghadiri jamaah, ini sama fadilahnya, pahalanya bagaikan mereka yang menghadiri jihad, haji, umroh dan lain sebagainya. Ini untuk perempuan. Lalu apa untuk kita para laki-laki? Kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perempuan. Apa maksud ittaqullaha fin nisa? Jadikanlah perempuan penghalang kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ini suami kalau berakhlak baik dengan istrinya, kalau menafkahi istrinya, kalau membimbing istrinya, maka istrinya pun akan membawa dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hakadha ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka sampailah kita pada rangkaian terakhir dari peringatan haul Hubabah Syarifah Ummi Kalsum binti Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Masuk ke acara selanjutnya yaitu doa syifa. Ini buat Syarifah Bariyah binti Alwi Al-Kaf dan Habib Yahya bin Syahab yang akan dibacakan oleh Abuya Sayyid Umar Abdul Aziz bin Syahab. Kemudian dilanjutkan dengan talqinuz zikir yang akan dipimpin oleh Abuya Ustaz Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi. Fa'alihi ma tafaddalu mashkura. Al-Fatihah. Anallah yashfi Hubabah Maryam Bariyah binti Alwi Al-Kaf. Anallah yashfiha. Wa Habib Yahya bin Syahab. Anallah yashfihima shifaan ajilah shifaan la yughari ba'du saqaman wala alaman ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ruhil arwah wa hayatiha wa bahjatin nufus wa safaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam fi kulli hatim wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarafa wa karama wa majada wa 'azzama wa radiyallahu ta'ala an ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa alaina ma hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha wa biha nubathu insyaallah minal aminin amin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا عن بعده تبرقا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا مطرودا ومحروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وسلام وأنا الحمد لله رب العالمين.